تخيلوا معايا، واحد العائلة عاشت أسوأ رعب ممكن يخطر على البال. ماشي حلم، ماشي فيلم، ولكن قصة حقيقية بدات في واحد القرية في المغرب وانتهت بكارثة ما فهمها حتى واحد. والأخطر من هذا كامل أن السبب كان طفل صغير، وحتى حد ما كان متوقع شنو غادي يوقع من بعد. اليوم غادي نحكي لكم على واحدة من أخطر وأغرب القصص الحقيقية اللي وقعت العائلة كاملة. قصة خلت الأم تعيش في خوف يومي، الأب حاول يفهم ولكن بلا نتيجة، والولاد وسط أحداث ما عندها حتى تفسير. هذه القصة وقعت في واحد القرية صغيرة في الجنوب. من برا كيبانوا الناس عايشين حياة عادية بزاف، ولكن من الداخل كاين شي حاجة غير طبيعية. في البداية كل شي كان عادي، حتى بدات الناس كيهضروا على أصوات في الليل، خطوات كتمشي بوحدها، أبواب كتفتح وكتسد بلا سبب، وظلال كتشاف كتمر بسرعة ومن بعد تختفي. الناس بداو يخافوا، ولكن ما كان حتى دليل واضح. حتى جا نهار اللي بدات فيه القصة ديال هاد العائلة. كان عندهم طفل صغير. هاد الطفل كان هادئ في الأول، عادي بحال أي طفل آخر، ولكن مع الوقت بدا كيتبدل. بدا كيعيط في الليل بلا سبب، كيشوف زاوية معينة في الغرفة وكيبقى خايف، وكيقول كلمات ما كيفهمها حتى حد. الأم بدات تقلق، الأب بدا يشك أن الموضوع نفسي أو مرضي، ولكن كل ما مشاو للطبيب كيلقاو نفس الجواب، ما كاين حتى شي حاجة واضحة. ومع الأيام الأمور ولات كتزاد سوء. الطفل ولا كيقول أنه كيشوف شي حد معاه في الدار، وكيقول أنه كيهضر معاه في الليل. الأم والأب بداو يعيشوا صدمة حقيقية، حيث ما كاين حتى تفسير منطقي. مشاو للسبيطار، مشاو للطبيب في شي مدينة قريبة، ولكن حتى شي واحد ما قدر يفسر شنو واقع. وكل مرة كيرجعوا لنفس النقطة، الخوف والشك والحيرة. وفي نفس الوقت في هذه القرية الأصوات زادت، الليل ولا ثقيل، وكل شي ولا كيسمع نفس الشيء. الناس بداو يقولوا هذا المكان ماشي طبيعي، كاين شي حاجة كتدور هنا، ولكن حتى واحد ما عنده دليل. العائلة ولات محاصرة داخل خوف كبير. الطفل ولا حالته كتبدل يوم بعد يوم، والأم والأب ما بقاوش عارفين شنو يديروا. وكل ليلة نفس السيناريو كيتعاود، أصوات، حركات، وشعور أن شي حاجة كتقرب كتر. حتى ولات القرية كاملة عايشة في توتر، وكل شي كيتساءل شنو السبب الحقيقي اللي ورا هاد الشي كامل. ولكن المفاجأة الكبيرة أن الحقيقة اللي غادي تبان من بعد ما كان حتى واحد مستعد يسمعها. الطفل ولات عليه حالة صعيبة، وكانوا كيقولوا ليه يبقى في دارو ما يخرج، ولكن الأصوات ما كانتش كتسكت. كل ليلة نفس الشي كيتعاود، وفي الآخر ولات القرية كاملة عايشة في توتر وخوف، وحتى الناس ولات ما عارفة شنو حقيقة هاد الشي اللي واقع. ومن بعد أيام ديال الخوف الحالة ديال الطفل بدات كتبدل شوية بشوية، ولكن الغريب ماشي أنه تحسن كامل، لا، بدا كيهضر على حاجة جديدة. في واحد اللحظة الطفل فاق وهو كيهضر بصوت مختلف، ماشي صوت ديالو العادي، صوت خافت وغريب، وقال كاين كنز. الأم والأب تشدوا في بلايصهم وقالوا شنو كتقول، شنو كنز؟ ولكن الطفل كان بحال إلا ما كيسمعهمش، وكمل الكنز تحت الأرض. من ذاك اللحظة بدات القصة كتبدل الاتجاه ديالها كامل. الخوف ما بقى غير على الظواهر الغريبة، لا، ولا على سر أكبر بكثير. الأب بدا يفكر واش ممكن يكون فعلا كاين شي حاجة مخبية في هذا المكان، خصوصا أن القرية قديمة بزاف وكيتحكى عليها بزاف ديال الحكايات القديمة. الطفل ولا في كل ليلة كيهضر على نفس الحاجة، تحت الدار، قريب من الشجرة الكبيرة، ما تحفروش بوحدكم. كل مرة كيعطي تفاصيل أكثر، ولكن ما كيبقاش واعي بهذا الكلام. من بعد ما كيفيق الأب قرر يدير خطوة خطيرة، يحفر في المكان اللي كيوصفه الطفل. ولكن الأم كانت خايفة، كتقول هادشي فيه شي حاجة ماشي طبيعية. ومع ذلك الفضول والخوف خلات الأب ياخد القرار. في واحد النهار مشى مع واحد الجار ديالو، وبداو كيقلبوا في البلاصة اللي وصفها الطفل قريب الشجرة الكبيرة، وبداو كيحفروا. الدقائق كدوز والأرض صعيبة، حتى فجأة
المجرفة ضربت حاجة صلبة. سكتوا كاملين، حفروا بشوية، وبان الصندوق قديم مغلق ومغبر. رجع الأب اللور وقلبه كيدق بسرعة، حيت ما كانش متوقع يلقاو حتى حاجة. فتحوا الصندوق بشوية وما كانوش عارفين شنو غادي يلقاو، ولكن اللي شافوه خلى الدم يتجمد. داخل الصندوق ما كانش ذهب بزاف ولا كنز عادي، كان فيه حوايج قديمة وأوراق ورموز غريبة. ولكن الأخطر أن واحد من الأوراق كان مكتوب فيه الاسم ديال العائية ديالهم. في ذاك اللحظة الطفل من بعيد بدا كيهضر مرة أخرى، ولكن هاد المرة بصوت مبدل شوية. بان. الأب طاح عليه الصمت وحس أن القصة ما بقاتش عادية نهائيا. والسؤال الكبير بقى: شنو علاقة الطفل بهذا الكنز؟ وشكون دفنه؟ وعلاش هو الوحيد اللي كيعرف عليه؟ ومن هنا بدات الحقيقة الكبيرة كتقرب للسطح، ولكنها كانت أخطر مما تخيلوا كاملين.